طيب احنا كده بدأنا نتحرك على الطريق وعايزين نجرب التسارع بتاع البايك والاكسلريشن بتاعه. خليني اكلمكم برضو عن عيب بسيط كده في الموتوسيكل، ممكن نجرب الفرامل على سرعة اعلى. بس في تريلا جاية ورايا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه الاخبار يا جماعه؟ انا معاذ سعد، دي قناه موتور. النهارده عندنا الموتوسيكل المظلوم بشكل كبير جدا وهو البينيلي لينشينو ال 500 سي سي. النهارده جات لي الفرصه ان انا اصوره، وكنا خارجين مع بعض انا وبعض الشباب، وجات لي فرصه ان انا اصوره بقالي كتير جدا، نفسي اعمل عنه مراجعه لان هو فعلا موتوسيكل مظلوم وملفت جدا للانتباه، ومن احسن الموتوسيكلات اللي موجوده في السوق المصري، بل ممكن ينافس كمان الموتوسيكلات الياباني. ممكن تفتكر ان انا ببالغ في الكلام شويه، بس فعلا الموتوسيكل ده بينافس الفئات الياباني اللي موجوده في مصر هنا، بس اللي مخليه مش قادر ينافس بقوه وهو سعره الغالي. وبكل بساطه لان هو بينزل جديد هنا والياباني بيبقى نازل مستعمل، فبيبقى في فرق سعر كبير، وهو ده اللي مخليه مظلوم بشكل كبير. وده ما يمنعش ان احنا نتكلم عليه ونستعرض بعض امكانياته او امكانياته كلها. وكمان المهم في الفيديو النهارده ان احنا هنجربه على الطريق. بس خلينا نتكلم اولا عن مواصفات سريعا كده. الموتوسيكل بينيلي لينشينو 500 سي سي بيطلع تقريبا حوالي 49 حصان، بيوصلك لغايه حوالي 180 او 190 كم في الساعه كتوب سبيد. يعني الموتوسيكل نازل بنظام تبريد ميه، والراجل ما شاء الله عامل له هنا تعديل ان هو جايب له الكفر بتاع الراداتير، وجاي من الشركه نفسها. التعديل دوت هو الشركه نفسها مصنعاه مخصوص وهو طالبه من بره. طبعا الموتوسيكل هنا نازل بمساعدين اماميه مقلوبه، وزي ما احنا شايفين يعني احنا ممكن نسميها بازوكا. ما شاء الله المساعدين ضخمه جدا ومخليه الموتوسيكل من قدام ثابت جدا على الارض، وعندنا دبل ديسك امامي هنا، ونظام الفرامل الاي بي اس من شركه بينيلي، ودي برده من الحاجات المميزه جدا في الموتوسيكل هنا ان هو نازل بنظام فرامل اي بي اس. طبعا نسيت اقول لكم اهم حاجه في الموتوسيكل هنا ان هو 2 سلندر، وده اللي بيخليه موتوسيكل قوي جدا. وصوت المحرك بتاعه او صوت الجوكمان بيطلع كده بيكون عميق جدا وقوي، وهنجربه مع بعض دلوقتي وهندور الموتوسيكل. يلا بينا علشان نجربه على الطريق. بدايه بس عايزك تلاحظ معايا صوت تدويره الموتوسيكل اول ما ندوره كده، ولاحظ قوه الموتور معايا. بص ما شاء الله صوت الموتور فعلا تحس ان هو غليظ كده وعميق معاك، وحسيت ان انت فعلا راكب حاجه ياباني. واحنا مش لازم بقى نجيب سيره ياباني كتير، ان احنا النهارده بنركب اللينشينو ال 500 سي سي بقوته الجباره. ويلا بينا نطلع بيه. بالمناسبه الموتوسيكل ده كنت جربته قبل كده بس ما كانتش تجربه طويله. وفي الاول كده اول حاجه هتلاحظها ان الموتوسيكل ما شاء الله ناعم جدا في الطلعه بتاعته. طبعا هنجرب السحب بس لما نخرج من المكان اللي احنا فيه ده عشان الطريق مش مناسب. هنجرب السحب بتاعه من 0 لغايه 100 مثلا. بس اول حاجه هتلاحظها هنا في الموتوسيكل ان القعده بتاعته شبه شويه الموتوسيكلات الكروزر. هي الموتوسيكل هنا غريب في القعده بتاعته شويه، ان هي ولا كروزر ولا ستريت بايك، هو حاجه بين الاثنين. بس هو في الاخر قعدته مريحه، وببقى قاعد ساند ظهر لورا كده، وفي قطعه صغيره اللي هي بتبقى الكرسي اللي ورا مرفوع لفوق حاجه بسيطه، ما يخلي ان القعده مريحه شويه. مبدئيا كده انا ماشي دلوقتي في المطبات. الصراحه موتوسيكل اداؤه في المطبات من ورا كده مش احسن حاجه، يعني هو بيمتص من قدام المطبات كويس عادي، بس بحيث ان هي بتسمع في ظهري سيكا. هو طبعا يعني مش بقوه، بس الموضوع مش احسن حاجه. يعني طبعا مش عايزين ننسى ان الموتوسيكل نظام حقن الوقود هنا فيه انجكشن، وتقريبا الموتوسيكل هنا يعتبر نازل بفول اوبشنز، لان هو نازل بفرامل اي بي اس، تبريد ميه، نظام حقن الوقود انجكشن، يعتبر فيه كل حاجه انت عايزها. حتى في النص الامامي في عدسه اضاءه قويه جدا، وعندنا هنا العداد ديجيتال بالكامل. طيب احنا كده بدأنا نتحرك على الطريق وعايزين نجرب التسارع بتاع البايك والاكسلريشن بتاعه. ما شاء الله جاب سرعه 140 في وقت قليل جدا. ممكن هسيب لكم التايمر على الفيديو، بس ما شاء الله الاستجابه بتاعت الموتوسيكل قويه جدا بسبب الاثنين سلندر. وعلشان كده انا بقول لك انت لما تيجي تركب الموتوسيكل ده مش هتحس فرق كبير بينه وبين اليابان. اكيد لو انت راكب هورنت مثلا 600 4 سلندر هتحس بفرق، بس مش فرق قوي قوي يخليك ان انت مش حابب تركب الموتوسيكل ده. لا، الموتوسيكل فعلا فيه قوه هتحس بيها. طبعا مش عايز اسرع عن كده لان الطريق هنا مش مناسب، بس يعني ده يدل ان احنا على الرابع ممكن نجيب سرعه 150 او 155 مثلا، وعلى الخامس ممكن نغير معانا بقى لغايه سرعه 160. خليني اكلمكم برضو عن عيب بسيط كده في الموتوسيكل وانا بلف دلوقتي، ان هو مدى التحرك بتاع الجادون ضيق شويه، ودي حاجه ضايقتني شويتين كمان. ان انت بتيجي تتحرك بقى بتقعد ترجع وتروح وترجع، والحركه اللي احنا عارفينها دي
فدي ما عجبتنيش قوي في الموتوسيكل هنا، بس مش هنركز معاه قوي لان يعني يعتبر حاجه بسيطه. وخلينا برضو نتكلم عن باقي امكانيات الموتوسيكل. الموتوسيكل هنا عموما وزنه 207 كيلو جرام، وده وزن تقيل جدا. بالمناسبه الموتوسيكل هنا خاماته قويه جدا، وفعلا متشبع بالخامات وبالشاسيه وبكل حاجه، يعني كل حاجه فيه تحس ان انت حديد قوي جدا، فاهم قصدي؟ اما تيجي تبص له كده تحس فيه ان هو غشيم. ومع الوزن التقيل دوت لما انت بتيجي تاخد مناورات او مثلا تتحرك بالبايك، لا انا البايك تحت رجلي خفيف جدا، بمعنى كلمه بايك تحت رجلي خفيف وانا بتحرك بيه بسهوله، وفي نفس الوقت البايك ثابت على الارض، مش محسسني ان البايك خفيف مثلا او بيتهز مني بسهوله، لا البايك ثابت على الارض وانا بتحكم فيه بسهوله. ويمكن دي من اكتر الحاجات المطلوبه في اي بايك، بالذات ان قعدته مديه شويه على بايك كروزر، ان انت تبقى قاعد فارد ظهرك لورا شويه وماسك البايك كده وسايق. لو انت مسافر ولا حاجه بتبقى بقى القعده زي ما احنا شايفين كده حاجه في قمه الروقان. احنا طبعا دلوقتي في العين السخنه، كنا خارجين كده خروجه بسيطه مع بعض الصحاب وقلنا نجرب بقى الموتوسيكل بالمره. واعذروني لو انا بتكلم بسرعه او ان انا مش عامل ريفيو مفصل زي ما انا معودكم، بس هي جت كده فقلت ما فوتش الفرصه واتكلم عن الانشينو 500 سي سي. طبعا قصه ان هو مظلوم في حته الياباني وان هو امكانياته فعلا قويه دي محتاجه اناقشكم فيها وتقولوا لي رايكم تحت في الكومنتات. الموتوسيكل ده لو موجود جديد دلوقتي غالبا مش هيقل عن 130 الف جنيه في ظل غلو الاسعار اللي احنا فيه دلوقتي. احنا النهارده في بدايه شهر 5 2023 وبنتكلم ان الموتوسيكلات بقى سعرها دلوقتي 50 الف جنيه عادي جدا، اللي هو 150 سي سي، وحاجات احنا ما كناش نتوقع ان هي تعدي 30 الف جنيه حتى. فهل الموتوسيكل ده يستحق ان انت تدفع فيه 130 او اقل او اكتر ولا لا؟ وهل انت ممكن تبديه على حاجه تانية ولا لا؟ وخصوصا ان هو فعلا خاماته نظيفه وتقدر تعتمد عليها بشكل كويس، والموتوسيكل ممكن يعيش معاك عمر طويل ما فيش اي مشكله. كلنا عارفين ان شركه بينيلي بتصنع موتوسيكلات قويه جدا، وبالذات بقى في فئه الانشينو ديت، لا موتوسيكل فعلا تحس ان هو مصروف عليه وكل تفصيله فيه معموله بدقه. طبعا شركه بينيلي متبعه النظام ان انت التوب سبيد بتاعت البايك هنا ما ينفعش يعدي ار بي ام معين. مجرد ما انت بتيجي عند الار بي ام ده هو خلاص بيجيب اخره كده، ما بيزودش السرعه دي، وبيطلب منك ان انت تدي الغيار اللي بعده، ولو انت على الغيار الخامس مثلا هو خلاص كده مش هيعدي السرعه اللي انت ماشي عليها دي. نفس النظام طبعا في البينيلي تي ان تي 250 والبايكات بقى الجديده او العاليه شويه من شركه بينيلي. احنا دلوقتي عايزين نجرب الفرامل بتاعه البايك وانا ماشي على سرعه 105 وهنشوف ممكن نقف قد ايه. انا كده ما قرصتش جامد كمان على الفرامل، بس من غير ما اسحب ولا اي حاجه. ما اظنش ان انا كملت 3 4 ثواني على بعض، يعني من سرعه 105 ل 110. بس في اللي جايه ورايا الحاجات ديت بترعب الواحد. ممكن نجرب الفرامل على سرعه اعلى. ما شاء الله، برضه من سرعه 140 تقريبا ما خدناش حوالي 5 6 ثواني. الاستجابه عموما في الفرامل هنا قويه، والاهم ان انت ما بتسحبش بسبب نظام الفرامل الاي بي اس. ما فيش اي حاجه في البايك بتسحب منك او بتعوم منك، دي حاجه مهمه جدا. خلي بالك لو انت ماشي على طريق سريع وحابب تفرمل مره واحده، من اكبر الاسباب اللي قدر الله تخليك تقع او يحصل لك حادث ان انت البايك يلعب منك او يعوم منك. وهنا البايك ما بيحصلش منه اي رد فعل، زي ما احنا شفنا البايك انت بتتحكم فيه تحكم كامل وهو بيقف او بتفرمل بيه. عموما صاحب الموتوسيكل دوت معاه داخل في تقريبا حوالي سنه، وهو ما بيشتكيش منه في حاجه معينه. هي مشكلته الوحيده ان هو قطع غياره دلوقتي مش موجوده في مصر، ولازم علشان تبقى موجوده بتضطر ان انت تطلبها اونلاين وبتجيلك، وبتدفع بقى مصاريف غاليه شويه علشان الحاجه دي توصل لك. ده يمكن اكبر عيب في الموتوسيكل هنا. لكن كعيوب عموما في البايك هنا انا لغايه دلوقتي وانا بجربه ما لاحظتش ان في حاجه جوهريه، وصاحب البايك نفسه نفس الكلام، ما اشتكاش من حاجه معينه في البايك هنا. بالعكس بيقولوا ان هو
حاجه كويسه جدا. طيب الموتوسيكل ده مين ممكن يشتريه؟ الموتوسيكل ده لناس معينه كده هي بتحب الحاجات الغريبه، لان الموتوسيكل ده فعلا غريب شويه غير المعتاد اللي احنا متعودين عليه في الموتوسيكلات عموما. هيكون مناسب في السفر وفي المشاوير الداخليه لان عدته مش متعبه، وعدد الذهاب بتاعته مش عالي قوي، هم 500 سي سي، فالبايك مش هيسخن من تحتيك بشكل كبير. هم 2 سلندر فمش هيسخن جامد، واكيد طبعا بيسخن بس مش زي ما يكون انت راكب 1000 سي سي او حاجه 4 سلندر، اكيد الموضوع بيفرق بشكل كبير. فالبايك ده هيكون مناسب جدا في التحرك الداخلي داخل المدينه، وفي نفس الوقت لو انت حابب تسافر بيه انت ممكن تمشي هنا على سرعه 140 150 مرتاح وانت قاعد قاعده مريحه والبايك ثابت على الطريق، فدي مميزات قويه جدا تشجعك ان انت تشتري البايك ده. وطبعا قصه ان انت تشتري البايك ده ولا بايك ياباني دي حاجه محيره جدا، انا ما اقدرش افيدك فيها بشكل كبير، بس كل اللي عليا ان انا بديك كل المميزات اللي هنا وكل المميزات في الياباني كلنا عارفينها بقوته والاعتماديه بتاعته. بس خليك فاكر ان في هنا اوبشنز اكبر زي نظام الانجكشن والاضاءه الليد بالكامل ونظام فرامل الاي بي اس، وان انت هتركب حاجه جديده اصلا محدش ركبها قبل كده. الثلاث حاجات دول مهمين جدا ولازم تحطهم في دماغك، وبعد كده بتبدا تقارن بين السعر ده والسعر ده وتشوف انهي انسب ليك، وبعد كده تقدر تتوكل على الله. وبس على كده انا معاذ سعد دي قناه موتور، اشترك في القناه واعمل اللايك بتاعك واشوفكم فيديو جديد. سلام.